أشرف حكيمي ووالدته قصة مختلفة من مدرجات كأس العالم بعيدا عن كرة القدم، زي ما أشرف حكيمي بيعمل الإعجاز في الملعب مع منتخب المغرب بصعود الأسود لدور ربع النهائي من كأس العالم، والأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية. أشرف حكيمي بيرسم مشهد تاني لا يقل جمالا ولا إبهارا من المدرجات، وكالعادة مدرجات كأس العالم مشهورة بمشجعيها، لكن المرة دي المشجعة الأيقونة لكأس العالم هي سعيدة للجزء الأكبر من عمرها، فقيرة شقيانة بتعمل الصعب والمستحيل عشان ولادها وعلشان تحسن من حياتهم، وحتى لو على حساب حياتها. وعلى الرغم من سنين الشقا والتعب إلا إن سعيدة بقت سعيدة وخلت العالم العربي بل